في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الدم بسرعة عامة، حيث مكوناته، خصائصه، لونه، كل تركيباته والحاجات اللي موجودة جوه الدم. في الحلقة ديت احنا هنتكلم عن حاجة مخصوصة في الدم، ومعنى ان احنا نعمل حلقة مخصوصة عن الشيء ده فمعناه ان الموضوع كبير وحاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها. الحلقة دي هي حلقة بعنوان نقل الدم. نقل الدم ممكن بعض الناس يشوفوا ان هو شيء عادي او شيء مش مهم ان احنا نعمل له حلقه لوحده او نتكلم عنه بصوره مخصصه، ولكن في الحقيقه نقل الدم هو حاجه من اهم المهارات اللي ممكن يكتسبها اي ممرض. يعني هي شيء بالنسبه لبعض الناس هي مساله حياه. نقل الدم ليه اكتر من اسم، منهم الاسفاق والصفق للعمليه نفسها اللي هي blood transfusion، وده بيكون عباره عن نقل الدم كامل او نقل احد مكوناته. طبعا لو انت ما تعرفش مكوناته اتفرج على الحلقه اللي فاتت هتلاقيني شارح مكونات الدم وكل تفاصيله عشان تكون متابع معانا وعشان مفيش حاجه تفوتك. المهم انك بعمليه نقل الدم بننقذ مرضى كتير جدا، ومنهم اللي بيحتاجوا دم بشكل مستمر زي مرضى الهيموفيليا ومرضى الانيميا المنجليه. العاده بما ان البرنامج ده في اغلب حلقاته بنتكلم عن الحاجات التاريخيه وبنتكلم في التاريخ، فخلينا برضو نتكلم عن اول عمليه نقل دم حصلت في التاريخ، واللي انت ممكن تعتقد ان هي عمليه جديده، ولكن زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت انها ما كانتش عمليه جديده ولا حاجه، كانت عمليه قديمه جدا. وقلنا برضو ان بسبب كثره الوفيات الكنائس الاوروبيه كانت بتحرم عمليه نقل الدم، وكمان ان بعض الدول منعت نقل الدم. اول عمليه نقل دم مسجله في التاريخ كان سنه 1667، تحديدا 15 يونيو 1667 على ايد العالم الفرنسي جان باتيست دينيس. يعني انت متخيل ان اول عمليه نقل دم حصل كان من 360 سنه تقريبا؟ العمليه دي تم فيها نقل دم خروف لطفل عنده 15 سنه. نقل الدم هي مهاره تمريضيه اساسيه، فيها بيحصل تعاون كبير بين كل اطراف المجال الطبي، يعني على سبيل المثال التمريض، الدكاتره، وكمان اخصائيين المعامل. ده لان ابسط غلطه في عمليه نقل الدم بيتبعها كوارث. ان ابسط حاجه عشان تنقل الدم من شخص سليم لشخص مريض انت محتاج فحوصات للشخص السليم كتير جدا، ومحتاج برضه فحوصات للشخص المريض، منها فحوصات للفصيله وفحوصات اذا كان في امراض، وفحوصات كمان لاستجابه الجسم للدم. الموضوع يشمل الشخص المتبرع والشخص المستقبل. حد ممكن يسالني طب ليه اعمل تحليل للشخص المستقبل طالما هو كده كده ياخد الدم واعمل في حاجه ليه؟ اقول لك انا ليه. بعض المرضى بيكون عندهم رد فعل تحسسي تجاه الدم. تجاه الدم عموما؟ لا، مش تجاه الدم عموما، تجاه بروتينات معينه موجوده في بلازما الدم المنقوله. طبعا رد الفعل التحسسي ده بيختلف، في بعض الناس بيكون رد الفعل بتاعها ضعيف، وفي بعض الناس بيكون رد الفعل بتاعهم شديد جدا، زي الم في الصدر والم في الظهر، كمان ضيق في التنفس وغثيان وارتفاع درجه الحراره وسرعه ضربات القلب. كل ده بتكون رد فعل تحسسي، ممكن تبدا بعد 6 ساعات من استلام الدم. طب مثلا لو حاله محتاجه نقل دم، رد الفعل بتاعها ممكن يكون شديد واحنا مش متوقعينه ولا يمكن التحكم فيه. هنعمل ايه في حاله زي دي؟ اقول لك برضو في حل لحاله زي دي. هنا بيلجا الاطباء لنقل مكون من مكونات الدم اللي هو طبعا كرات الدم الحمراء، وبيسموها في حاله زي كده كرات دم حمراء مغسوله. وكلمه مغسوله معناها ان هي ما فيهاش بلازما، السائل اللي بتكون موجوده في كرات الدم هو محلول ملحي او اي محلول لحفظ كرات الدم. لكن للاسف مصر من الدول اللي لسه يعني بتنقل الدم بصوره كامله، برغم ان دول كتير جدا منعت نقل الدم الكامل بسبب رد الفعل التحسسي الغير متوقع، واللي برضه بيكون ليه تكاليف ماديه على المنظومه الصحيه، لان الطاقم التمريضي بيكون متابع الحاله اللي اتنقل لها دم، لان ممكن اعراض الحساسيه ديت تبدا بعد 6 ساعات من نقل الدم. حد ممكن يسال طب احنا امتى بننقل دم للحاله؟ اقول لك عندنا حالات كتير جدا بننقل لها دم. مثلا عندنا حاله النزيف الحاد بننقل لها دم، وكمان حالات الانيميا الحاده اللي ممكن فيها الهيموجلوبين يوصل ل7 و8. في حاله زي كده بتنقل دم لما يوصل ل7 او 8 على حسب سياسه المستشفى. وكمان عندنا لو الهيماتوكريت بتاع الحاله ديت اقل من 30%. ايه هو الهيماتوكريت؟ الهيماتوكريت دي هي النسبه المئويه بين البلازما وبين كرات الدم الحمراء. الطبيعي في الذكور بيكون 47%، والطبيعي في الاناث بيكون 42%، وفي الاطفال بيكون من 36% لحد 44%. دي معلومه مهمه جدا اعرفها لو انت تمريض لانها هتحتاجها كتير. خلينا نكمل باقي الحالات. عندنا كمان المرضى اللي بيكون عندهم نقص في تشبع الاكسجين في الدم، كمان المرضى اللي عندهم نقص في نسبه الحديد في الدم، الاثنين بيبقوا محتاجين نقل دم.
وبرضه اثناء العمليات حصل نقص شديد في الدم او حصل نزيف بتحتاج برضه لنقل دم، وبعض انواع السرطانات بتحتاج نقل دم، وفي حالات معينه بتاخد صفائح وبلازما في حالات اسمها قصور التجلط اللي هي بيكون عندهم مشكله في التجلط. طبعا مش انت اللي بتقول ان انت محتاج تنقل دم، لازم ترجع للاستشاري هو اللي بيقول انت محتاج دم، وبتعمل برضه الفحوصات والتحاليل اللي لازمه علشان تنقل الدم. حد ممكن يسال ليه واحد مجنون يتبرع بدمه؟ بص يا سيدي، تبرع الدم ليه فوائد كتير جدا، منها مثلا انه بيحميك من بعض انواع السرطانات، بيحميك برضه من مشاكل القلب وانسداد الشرايين، لان نسبه الحديد لما بتزيد بتعمل مشاكل، يعني بيقلل نسبه الحديد في الدم، وبيزود نشاط نخاع العظام علشان تكون كرات دم جديده، وبتحسن الصحه النفسيه، وبتزود نشاط الدوره الدمويه، وكمان بتطمن على نفسك كانك بتعمل تشيك اب، وده شيء اكيد لان هو مش هينقلوا دمك لو انت عندك اي مرض لشخص محتاج. وكمان مش حرام، بالعكس نقل الدم هو جائز ومشروع في الاسلام، مش زي نقل الاعضاء اللي بيبقى فيه اختلاف من تحريم وايجاز لنقل الاعضاء. في بعض العلماء بتقول ان نقل الاعضاء لو في ضرر على صاحب العضو او قد يؤدي الى وفاه صاحب العضو بيبقى حرام. المهم في كده كله ان انت نقل الدم مش حرام، يعني مالكش حجه من الاخر، اقل شيء ممكن تتبرع بالدم مره في السنه، ويا عم باخد لك كيس عصير يعني عوض اللي انت اتبرعت بيه، مش حوار. حد اغراه طبعا موضوع الفوائد وعلى راسها تحديدا كيس العصير، وقال حلو ده اتبرع كل اسبوع. قال لك مفيش الكلام ده، لان ببساطه الوقت من الموانع اللي بتمنعك انت تنقل دم، لانك بتحتاج 3 شهور علشان تتبرع بالدم تاني، يعني مش بعدها على طول. طبعا لو انت عامل وش ما ينفعش تتبرع بالدم، الست الحامل والمرضعه ما ينفعش تتبرع بالدم، مرضى الجهاز التنفسي ومرضى القلب ما ينفعوش يتبرعوا بالدم، مرضى الفيروسات ما ينفعش يتبرعوا بالدم، المرضى اللي بياخدوا انسولين بشكل يومي ما ينفعش يتبرعوا بالدم، متعاطي المخدرات ومتعاطي الكحوليات ما ينفعش يتبرعوا بالدم. وفي بعض المراجع بتقول ان بيتم تجنب البنات اللي عامله بيرسنج اللي هو صلب في الجسم من باب التجميل. انا مش مسجلست والله، هي المراجع بتقول كده، لان ممكن يكون البيرسنج لو مش معمول بطريقه محكمه ينقل عدوى. اللي قلناها دي كلها دي موانع نقل الدم. امتى بننقل دم او ايه الحاجه اللي تخلينا ننقل دم؟ بص يا سيدي، طالما انت فصيلتك متوافقه مع نفس الفصيله حتى في الار اتش، لان طبعا موضوع ان في او ماينس بيدي لكل الفصائل الكلام ده نظري بس، ولكن على ارض الواقع الموضوع مختلف. طالما انت وزنك فوق ال 50 وعندك من 18 ل 70 سنه ممكن تتبرع. نرجع ناكد تاني على توافق الفصيله، توافق الار اتش، يعني لو انت او سالب تدي للفصائل السالبه فقط، ما بتديش للموجب. الكلام ده عن نظري بس، ده طبعا حسب بعض المراجع. يعني من الاخر المراجع بتقول ان كل زمره دم اللي هي موجب او سالب بتاخد من نفس الار اتش، ما ينفعش تغير، ما دون ذلك هو نظري. نهايه نقل الدم هي ضروره ومساله حياه لبعض المرضى اللي بالنسبه لهم حياتهم بتكون واقفه على نقطه الدم اللي انت مش مقتنع انها مهمه. الناس دي بتحاول تعيش حياه انت بالفعل عايشها لمجرد ان انت جسمك عنده كميه دم كافيه وممكن محتاجها، او ممكن عنده مشكله في الدم مخليه مش عارف يعيش حياته. بالعكس انت بتستخدم دمك فيما يضر، انك بتدخل جسمك مواد سامه زي المخدرات واصباغ الوشوم وغيرها 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 من المواد اللي ممكن تكون بتهلكك. من الاخر اتق الله في جسدك انك هتسال عليه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك على القناه، تعمل لايك وشير الحلقه عشان توصل لناس اكتر والناس اكتر تستفيد. تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي لينك الانستجرام تابعنا عليه، وهتلاقي لينك تيك توك هتلاقي برضو بننزل عليه كل يومين فيديو صغير فيه معلومه جديده هتستفيد منها ان شاء الله. سلام.